السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام 2006 أيام جوالات البلوتوث انتشر مقطع الراعي غنم قتل حيوان غريب. طبعا الناس القديمين يذكرون هذا المقطع، يعني اكتبوا باليوتيوب حيوان غريب يظهر لراعي غنم. طبعا الحيوان هذا مو غريب، الحيوان هذا سبق واني قلت قصته. اسمه غرير العسل، وفي انواع منه. طبعا الحيوان ذا يوقف على مرات يوقف على رجلينه ويصير يركض مثل الانسان. والقصة اللي انا قلتها قبل ممكن سنة على ما اعتقد انها بعنوان الشحال ذيل ابو طبق. انا قلتها اول، وقلت الحيوان هذا خبيث وحقير بنفس الوقت، لان الحيوان هذا طبعا العجز قبل يقولون شحال ذيل ابو طبق، لان العجز قبل يقولون قصص ويخوفنا الاولاد يقولون شحال ذيل ابو طبق. طبعا الحيوان هذا من حقارته يروح للمقابر بالليل ويحفر قبر الميت ويطلعه وياكله، يعني ما في أخش من كذا. ومنتشر أكثر شيء بالعراق، بالمناطق أو القرى البرية، يعني الله يكفينا شره. طبعا شحال ذيل أبو طبق هذا من الحيوانات، هي يعني حجمه مو كبير لكنه قوي ولديه فك قوي وما يهجم على إنسان. ترى يعني إذا أنت حي ما يهجم عليك، لكن هو يتولج الناس الميتين بالقبور والعياذ بالله، والله يكفينا شره. قصة قصيرة لكن أنا ودي أطول المقطع. طبعا اليوم أنا أقول قصة ومعي أخوي. كيف حالك؟ والله تمام. أعطهم قصة المتابعين دام أنك موجود معي، قصة لو قصيرة عادي ما في مشكلة، لكن بدون تقطيع. الله يجزاك خير، تفضل. القصة حصلت معي متى حصلت؟ في رفح. تكلم، قرب المايك لو سمحت. القصة حصلت معي في رفح. كنت نايم حالك لحالي، إيه؟ وفجأة قعدت من النوم ولا أشوف جني وعيونه خضر، هذا مركب زنون. وبعدين رجعت وتغطيت وخفت. طب ممكن يكون حلم، يمكن يكون حلم بعد. لكن أنت يعني القصة هذه دائما تذكرها لي أنت. إيه صح. القصة هذه طبعا هذه مي أول مرة أنك تذكرها لي، هذه ممكن المرة الخامسة. إيه صح. معناتها ممكن حقيقية وممكن حلم. أذكر مرة من المرات معاي أخوي هذا، كنا طالعين، تذكرها أنت السالفة؟ إيه أذكر. الحفر وباطن، ومعي كابرس قديمة، الكلام هذا عام 2010 كذا، وماسك خطب هالكابرس ومالي من الشيطان طاري، وهي تنقطع بنزين. خربت معي الطرمبة حقت البنزين، إلا يمكن الساعة، أذكر أنت الساعة 2 بالليل. يعني لا، والطريق مقطع ما بأحد، يعني مرة مقطع الطريق، ندور أحد نأشر له ما فيه. قلت لأخوي خلنا ننام بالسيارة والصباح رباح، لو نمشي للمحطة على رجلينا نجيب بنزين لأن زي ما أنتم عارفين بالليل ظلمة ولا قمرة ولا شين، يعني ما تشوف شيء، فما نقدر نوقف سيارة لأن ما حد يمر، وحتى لو رحنا على رجلينا ظلمة ما نشوف. وحنا نايمين، فكر يطق على القزاز. أذكر.
اقسم بالله ظاهر انه عنده غنم او ابل الشخص هذا، لكن جانا متلطم وكذا. انا انخرعت حسبه جني، اعوذ بالله، قلت اعوذ بالله. قال شو هد يا اخوي، هد منقطع بنزين اخوي. قلت اي والله. قال هد اذكر الله، والله انخرعنا. ومعنا هذا قام يرجف. قال اذكر الله هذا وابشر والله بعزك يا طير شلوه، ابدا نروح عنده اليوم. قلت لا والله اذا تساعدنا نجيب بنزين ما حد. قال ابشر اللي يضيعك، ونروح نجيب بنزين ونمشي. طبعا مثل القصص هذه يعني بعض الناس يقول ما تخوف ولا شيء، لكن لو الشخص هذا نفسه يعيش اللحظة هذه ممكن يجيه شوية خوف ورعب. ويعطيكم العافية ومع السلامة.